حكاية أخرى تنبئنا بحالة إنسانية لا تقل سوءا عن سابقاتها. فهذا الرجل لم ترحم شرذمة الإرهاب فضل شيخوخته ومرضه، فأبعدته عن دياره لتزيد حالته سوءا يوما بعد يوم. فها هو اليوم أسير المرض والنزوح ينتظر فرج الشفاء ويستلجئ رحمة السماء وأيادي العون من الرحماء. أنا واثق من الله ومن الدولة، واثق بما أعاني فيه من الأمراض هذا الذي أجتني، ونشكر الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بما قدموا وما أعطوا للمنكوبين والذي هم منحازين من أراضيهم ومن بلادهم وغير بلادهم، وأقدم له الشكر والتحية والجزيل، والله يعينه. الحزن هذه قضية معنا نكبة ولم ندري ما هذا هو. يستوي آخر الشهر بلد تلبي بقى أكمل وقعد أربع قذائف لا دخل محلي. من